في هذا الموضوع. لا ندخل في الموضوع الخوا مليح نكونوا اوبتيميست نقدروا نديروا لا كوب دافريك. مي انا ديجا فشلت. قول لي علاش. كي سمعت الاربيتر هذا صحيح المقابله الاولى الكاف المافياويه حبت تعاقب الفريق الوطني. الحكم هو اسكو سي نورمال بيير درنا تظلم لازم تدخل درنا تظلم. هذا الحاكم بيير اتشو اللي هو في عمره 33 عام، الشارة الدولية منذ سنة 2008 ودار لنا مشاكل في الدورة السابقة، اشتكت به السنغال ومع بوركينا فاسو ضيع لنا ركلتي جزاء واعطاهم هدف ايضا وحسب هدف تسلل لبوركينا فاسو واشتكينا به وتم لحد الان اعطوه لنا في المباراة الاولى. يعني في يوم امس الحكم الموريتاني تاع الفار دار عيط الحكم في مباراة المغرب، يبدو بانه في ضربة اليد تاع اللي حبوا ركلة جزاء يبدو بانه البداية يبدو بانها سيئة. انا قلت حاجة انا خفت من التحكيم. ما رانيش نقول لك ضد الفريق الوطني وحده برك. انا خفت التحكيم هذا الافريقي، التحكيم مازالوا مرتشي نقولوها ونتحملوا المسؤولية. هذا التحكيم المرتشي يقدر يكون النقطة السوداء في هذه البطولة الإفريقية. على الكاف تحمل مسؤوليتها، لأنه هذه المنافسة الكبيرة تاع القارة لازم تتخلى عن هذه الممارسات الخبيثة ياك اللي تعكر جو المنافسة، يعني تمنح اللي ما يستحقش يفوز الفوز. طيب هذا الشخص عطاو له لاكارت IPS وهو ماشي صحفي، هو يوتيوبر. شكون يعطوا له مصطفى هذا لازم يكون صحفي باش يعطوك. لا جوستومون داروا له كارت IPS عطاو له اون ميسيون باش يكسر الفريق الوطني. انا اليوم ما عنديش شجاعه ما نتكلمش على التقنيه باش غدوه ما يقولوليش يا مصطفى كانت عندك معلومات خطيره تمس الامن الوطني تمس الفريق الوطني وسكت. داروا له لاكارت عطاو له كارت بلونش باش يحطم الفريق الوطني ودار هذيك المهمه القذره. اليوم يا سبحان الله راهو في المغرب وعنده لاكريديتاسيون. منين جاب لاكريديتاسيون ما على بالناش، عنده لاكريديتاسيون. دار واحد ان بوست طري غراف. دايور بابات بولبينا ندد بشده واش دار حكيم خويا باش تشوف لك هذا النيه تاعو خبيثه. لازم هذا يطرد من المغرب والجزائر تجيبوه باش يتحاسب ويدخل الحبس. نمس هذا مش كرامه الجزائر باسكو راهو يمدح في المغرب. صح اسكو سي نورمال. ما قلتلكش تكلم بالسوء على بلد اخر، لكن تحترم بلدك وما تمدحش البلدان الاخرى. انت راك جزائري تدافع على الفريق الوطني الجزائري. دونك السؤال يبقى مطروح. انا تواصلت مع واحد يوتيوبر يعني اللي هو ثاني الى بيبلي هذا الشيء ونشكروا على الوطنيه تاعو. نحييك خويا الشنوا، انت وطني مخلص ماشي كيما اليوتيوبر هذا الاخرين باش ماشي كاع كيف دخلتني في ما دخلتلكش. راني نعطي معلومه خطيره تمس امن الفريق الوطني. انا اليوم ما يهمنيش الحصه تاعك تكنيك ولا نربحوا ونخسروا. اسكو سي نورمال اش راهو يصرى؟ اسكو سي نورمال سيد هذا غدوه بالباج نشوفوه في لا كونفيرونس دو بريس وهذا يعني نداء الى السيد رئيس الفيدراليه ووزير الرياضه باش يتحمل المسؤوليه تاعو ما يخليوهش يدخل. باسكو يدخل قسما عظما ما نسكتش. انا الجزائر قبل كل شيء. كيفاش هذا يسب كحكيم يسبني يسب كاع الناس ويعني لي بريفيليجي يدخل لا زون ميكس يبوزي لا كيسيون. لا ديرنيير فوا بوزا لا كيسيون بالعربيه وسعيد فلاق المكلف بالاعلام لدى الفيدراليه هو اللي يترجم السؤال لبيتكوفيتش. اسكو سي نورمال؟ ونسكتوا على هذا الشيء. دوك حبيت تحطم الفريق الوطني عبر اللاعب بولبينا معلومه خاطئه. ديجا نورمالمون الفيدراليه تكذب هذا المعلومه. يا سي سعيد فلاق ديرنا تكذب على واش نشر هذا الخاين. طيب يعني الاجواء رائعه والله الاجواء رائعه ونشكر الشعب المغربي على الضيافه. يعني شغل احنا في بلادنا والله العظيم ما تسوح الا بالغربه. في تروح المطعم الريستوران اللوتيل يضايفوك اجمل الكرامه بلاد كرم. يعني ما شاء الله
افتتاح كان رائع. خسرته شويه، هو الحمد لله هو الخير تاع ربي. الشتاء المطر كان ما جاتش المطر، يعني جا رائع. وعجبتني اللقطه تاع الملك كيهزها هكذا، هذيك لقطه والله، لا لقطه هي دار هكذا للحاكم، قال له كواش دار له الحاكم يستنى فيها لتحت، هزها له فوق راسه والله. والله يعني الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله تتم هكذا ان شاء الله مع البلدان العربيه كامل، ونتحدوا كامل وبارك الله فيكم على الضيافه. بون كيما انا نحكي لك على روحي، هذه الخطره الاولى جيت المغرب كانوا كاينين افكار واحد اخرين ايضا، مي كي لحقت المغرب ديكوفريت صوالح بزاف هايلين. استقبلونا ناس هايلين، شوف ملي لحقنا المطار استقبلونا وين يشوفوا درابو تاع الجزائر، مرحبا خاوه خاوه. ديجا البارح دخلنا لواحد الريستورون، نحكي لك هذه دخلنا لواحد الريستورون تاع الشاو والله ما خلصوا علينا، قال لك انتم جزائريين وخاوه خاوه. واش نحكي لك، كل حاجه هايله الله يبارك وبارك الله فيهم وبارك الله في المغرب، وفيفا الجيري وفيفا المغرب. الاجواء هنا ما شاء الله، وناس مرحبوا بنا الله يبارك، وان شاء الله نكون على حسن الظن تاع الجميع. ان شاء الله حبينا نحيو الفكره اللي هذه بين المغاربه والجزائريين. احنا من البكري عندنا افكار مليحه معكم، ما عندناش مشاكل معكم، يعني ما تشوفش المواقع التواصل لاخاطش هذوك هو اللي يخرب الدنيا، مي كي تكون في الواقع تعرف الواقع. لا ما شاء الله والله ما شاء الله، الاجواء راك تشوف كيف رانا كاع زاهيين هنا وفرحانين، وان شاء الله الله كوب دافريك ثانيك. الشعب المغربي فرح بنا مزيان بزاف. اللي شفنا في الطريق يقولنا فيفا الجيري، يقولنا خوا خوا، يقولنا مرحبا بكم الجزائر. الحمد لله المغرب سمحوا لي، وحنا كل شعب واحد الحمد لله. ونتمنى ان شاء الله واحد منا يدير كاس، هذه هي واحد منا يدير كاس ان شاء الله باذن الله. انا الفتنه هذوك صحاب تاع التيك توك لي ريزو حنا خاطينا اخويا، والسياسه ثاني خاطينا. حنا جينا نتفرجوا بالون، هذا ما كان اللي يربح بصحته، هذا ما كان يا خويا. الشعب مضياف الله يبارك الله يبارك، حاجه مليحه. افتتاح ما شاء الله والله ما شاء الله. تفرجنا في الزون احنا لبرا، شجعنا المنتخب المغربي، شجعنا البارح المنتخب المغربي، ورانا ديما مع المغرب، ديما مع الدول العربيه، مصر تونس، رانا ديما مع الدول المغربيه، الدول المغاربيه خاصه والدول. شوفوا المؤامره بعينيكم، المغرب راهي دايره خطه باش تطيح منتخبنا في الكاس العرب. نحب نقولها صريحه، حاكمين الحكام الكواليس وحتى الفار كلش يهضروا باسم الاخوه. يا اخوه راهي خيانه والله العظيم خيانه، وما نسكتوش ما نسكتوش. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كما كنشوفوا مشجع جزائري الله يبارك، مرحبا بك في المغرب. الله يحفظك ربي ينورك. كيفاش كتشوف استعدادات الرباط والمغرب بصفه عامه لهذا العرس الكروي بطوله كاس افريقيا؟ شوف خويا، كاس افريقيا ديال 2025 المغرب قدامنا تحفه رياضيه من اروع ما يكون. كان لي شرف اني كنت في المباراه تاع المغرب النيجر افتتاح ملاعب ما شاء الله، سواء طنجه سواء الطفال سواء مولاي الحسن الملعب البارد، ملاعب اللي تبنات في مده قصيره ما شاء الله سرعه، وملاعب طراز عالمي، ملاعب تنافس الدول الاوروبيه والخليجيه. نقدروا نقولوا خير منها، بس انا دخلت لهذا الملعب شفتو داخل فيه بزاف امورات.